رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله، يبداو يشموا ريح سياجه في الصاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش عاوتاني بسريسي. خلال فترة أجواء كرة القدم التي تكون دائماً مليئة بالحماس وبالتزامن مع منافسات كأس إفريقيا، وقعت حادثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. بطل هذه القصة هو شاب جزائري يدعى رؤوف، الذي قام بتصرف غير متوقع داخل أحد الملاعب، وهو ما صدم الجماهير الحاضرة وأثار موجة من الغضب والانتقادات. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة كبيرة وتحول إلى حديث الساعة، حيث انقسمت آراء الناس بين من اعتبر ما حدث سلوكاً غير مقبول يتنافى مع احترام الأماكن العامة، وبين من رأى أنه مجرد تصرف طائش لا يستحق كل هذا التضخيم. لكن الأمر لم يتوقف عند حدود الجدل فقط، بل تطور بشكل أكبر عندما تدخلت السلطات في المغرب ليتم توقيف الشاب وفتح تحقيق في الواقعة، وبعد ذلك تم إدخاله السجن لفترة، في خطوة اعتبرها الكثيرون رسالة واضحة بضرورة احترام القوانين داخل الفضاءات العامة، خاصة في الأحداث الرياضية التي يتابعها العالم. مرت الأيام وهدأت الضجة تدريجياً، إلى أن عاد اسم رؤوف للواجهة من جديد بعد خروجه من السجن. هذا الخروج أعاد النقاش مرة أخرى، لكن هذه المرة بشكل مختلف، حيث بدأ البعض يتساءل: هل تعلم من هذه التجربة؟ وهل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول في حياته؟ القصة كاملة تظهر كيف يمكن لتصرف واحد في لحظة اندفاع أن يغير مجرى حياة شخص بشكل كبير، خصوصاً في عصر تنتشر فيه الفيديوهات بسرعة هائلة ويصبح أي حدث بسيط قضية رأي عام. في النهاية، تبقى هذه الحادثة درساً مهماً حول أهمية الوعي بالسلوك داخل الأماكن العامة واحترام القوانين، لأن العواقب قد تكون أكبر مما نتوقع.